مع هؤلاء الجماعات؟ الإمارة الإسلامية الأفغانية اشترطوا شرط واحد، هو خروج القوات الأجنبية من أفغانستان. هذا نحن نقول قضية أفغانستان لها بعدان، البعد الخارجي والبعد الداخلي. البعد الخارجي هو خروج القوات الأجنبية. إذا خرجت القوات الأجنبية من أفغانستان أو أعلنوا الجدول الزمني للخروج، فبعد ذلك نحن إن شاء الله ندخل في الحوار الأفغاني، نسمي هذا بعد داخلي، وهذا إن شاء الله ما يأخذ الوقت، ولكن قبل كل شيء يكون خروج القوات الأجنبية من أفغانستان. يعني في زمن حكومة الإمارة الإسلامية أو ما يعرف بحكومة طالبان تعرضت المرأة إلى انتهاكات وتعرض الرجل إلى انتهاكات، وأقمتم الحد على الناس بطريقة لا تتلائم مع مواصفات العصر، هكذا تتهمون. إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى ما يوجد أحد في أفغانستان هو يقول الإمارة الإسلامية ظلمتني أو أجرت علي الحد أو مثلا أخذت مني أموال بدون الحق. ما يوجد أحد، وإلا لرأيت أو لسمعت في الأخبار أن هناك ناس تظاهروا في كابول أو تظاهروا في الولايات المختلفة أن حكومة طالبان إن حكومة الإسلامية إمارة إسلامية ظلمتني بهذا الشيء. وأحيانا في قضايا جزئية ممكن صدرت ممكن وقعت، وهذا الشيء جزئي شيء عادي. الآن تقريبا الدول الكبرى مثلا أمريكا وبريطانيا وفلان وفلان، وهناك تقع أشياء كثيرة جدا بل أكبر من هذا. في ناس ينتهكون، في ناس يضربون، في ناس يطردون، في ناس يسجنون، في ناس تقريبا يمنعون من الحقوق، حتى من حقوق البشر، من كل شيء. والناس ما يتهمون هؤلاء، بس فقط يتهمون إمارة إسلامية. هؤلاء الناس لا قدر الله ظلمت الناس أو انتهكت الناس، فما أدري. أنتم أيضا تنتقدون داعش أو ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية التي أعلنها الخليفة أبو بكر البغدادي. ما هو شكل الخلاف بينكم وبين هذه الدولة الإسلامية؟ الداعش يفعل أشياء تكون كلها مخالفة عن الإسلام. يعني لا شك أنهم تنظيم متطرف مفرط، أو يقتلون الناس ويختطفون الناس ويفتون على كل العالم المسلمين أن هؤلاء الناس نعوذ بالله كلهم مرتدون إلا إذا بايعوا داعش. إذا لم يبايعوا داعش فهؤلاء الناس باسم المسلمين فقط، ليس في العمل مسلمين، ليس في العقيدة مسلمين، فيجوز نعوذ بالله نساؤهم وأموالهم يعني من لم يوالي داعش أيوة ويعترف بولايتها الإسلامية بين قوسين يعتبر قد حل دمه. حل دمه، وهذا خارج عن الإسلام. هم يسمون هذا مرتد. حتى هم أفتوا علينا قالوا الطلبة نعوذ بالله كلهم مرتدون خارجون عن الإسلام. وأنتم أيضا يعني خاضعون لقطع الرؤوس على يد داعش لو مسكوكم. لا شك فيه. حسنا. وأنتم تسمونهم الخوارج، هل هو نفس التعبير الذي أطلق على الذين خرجوا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ إخوانهم. أيوة. هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على علي إخوان دواعش؟ هؤلاء داعش، وهم أيضا تقريبا خرجوا من الإسلام ويريدون يخرجون الناس من الإسلام. هذا صفتان موجودون فيه كلاهما. حسنا. أيضا في الحقبة التي حكمتم فيها أفغانستان جرت هنالك عملية تدمير وتخريب للتماثيل، وعلى رأسها تمثال يعني بوذا الذي يعتبر من يعني الآثار العالمية القيمة.